السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيت لكم بواحد الوصفه سهله ماهله خفيفه ظريفه. الا عندكم دنجاله وجوج فلفلات وباستا وشي جبن كيف ما كان النوع ديالو، غتوجدوا احسن عشاء وفي دقائق معدوده، كيجي زوين بزاف. ويمكن لكم الخضروات تبدلوهم يعني بخضروات اخرين. انا درت غير هذاك الشيء اللي كان عندي في الدار، قلت علاش لا ما نشاركش معكم هكا. العشاء ديالي درته بالزربه. مهم، عندي هنا دنجاله قطعتها، فلفله بجميع الالوان اللي عندكم. قطعوا كل شيء مكعبات. درت الزيت في المقله. هنا عندي الثومه، درتها بحال هكا، قشرتها ورميتها هكاك في داك الزيت. مهم كتشعلوا العافيه، خصها تكون مجهده، كتشحر هكا الثومه. من بعد كتزيدوا الدنجال مقطع وتبلوه باش ما بغيتو. انا استعملت غير الفلفل الاسود والملح. بغيتو ديروا حتى الزعتر ولا هذا الريحان تا هو كيجي زوين. صافي كتخليو داك الدنجال يطيب ويدخلوا الطياب مزيان، عاد كتزيدوا عليه الفلفله. هنا كيف ما كتشوفوا فاش طاب الدنجال والفلفله دخلها الطياب، درت واحد الرشه ديال المعدنوس. صافي وخليت كل شيء يكمل الطياب ديالو. المهم كيف ما كتشوفوا سلقت الباستا ديالي، وقبل ما طيب بدقيقه كنحيد مغرفه وكنديرها في السوغو. اي نوع ديال السوغو كديروه ضروري تحيدوا واحد المغرفه وتخليو الدقيقه التاليه الباستا طيب مع داك لاصوص باش كتطلق فيها وكتجي في زوينه. صافي من بعد غادي ندير جبنه الريكوتا. ويمكن لكم تستعملوا مهم اي نوع ديال الجبنه عندكم، وتقدروا ديروا حتى الموتزاريلا الا بغيتو هكا تجيب الخيوط وتجي زوينه. المهم كاين افكار بزاف ديال الباستا. ان شاء الله علاش لا مره نبقى نحط لكم هكا فيديوهات على الباستا، لان اصلا زعما كتكون ماكله سهله وفي نفس الوقت بنينه. مهم ما تنساوش اللايك. الناس اللي كتبغيني ويعجبها المحتوى ديالي وكتعجبها القناه ديالي، اللي تفرج يدير لايك باش المحتوى كيطلع. سينو الا ما كانوش اللايكات، اليوتيوب ما كيخليش الفيديوهات تطلع للناس اخرين. مع كنغبر انا بزاف كيقلالو ما كنشوفش التفاعل، ها علاش كنغبر شويه. مهم نتمنى ديروا لايك ونشوفوا ان شاء الله فيديو اخر. الى اللقاء.